1854 وصل مصر فرديناند ديليسيبس، وراح لمحمد سعيد باشا اللي هو الخديوي، وقعد جنبه وقال له عايزين نحفر قناة السويس. قناة السويس هتفيدك فائدة لا حد لها. قناة السويس مشروع ضخم سيعيد لمصر الكثير. كل بلاد ما كان يقعد يتكلم واحس بالعقد اللي موجودة والحاجات اللي موجودة في الكلام اللي موجود، يرجع بيا التفكير الى فرديناند ديليسيبس. وبعدين قلت له اسمع، ان احنا عندنا عقدة من هذه المواضيع، مش عايزين نجيب كرومر في مصر تاني عشان يحكمنا. عملوا زمان قروض وفوائد على القروض، والنتيجة ان بلدنا احتلت. فأرجوك في كلامك معايا تحط هذا الاعتبار في نفسك. عندنا عقدة من ديليسيبس، عندنا عقدة من كرومر، عندنا عقدة من الاحتلال السياسي عن طريق الاحتلال الاقتصادي. ده الصورة اللي صورة ديليسيبس حينما وصل إلى مصر. وصل ديليسيبس إلى مصر في 7 نوفمبر سنة 1854. تلك هذه القصة. جاء اسكندرية وبدأ يعمل في حذر وخديعة. في 30 نوفمبر سنة 1854 بعد أن اتصل ديليسيبس بالخديوي محمد سعيد، حصل على امتياز القناة 30 نوفمبر سنة 1854. في سطر الامتياز اللي منحه سعيد لديليسيبس قال الآتي: حيث أن صديقنا مسيو فرديناند ديليسيبس قد لفت نظرنا إلى الفوائد التي قد تعود على مصر من توصيل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر. نفس القصة بواسطة طريق ملاحي للبواخر، الفوائد اللي تعود على مصر. وأخبرنا عن إمكان تكوين شركة لهذا الغرض من أصحاب رؤوس الأموال، فقد قبلنا الفكرة التي عرضها علينا، وأعطينا بموجب هذا تفويضا خاصا لإنشاء وإدارة شركة لحفر قناة السويس واستغلال القناة بين البحر. ده الكلام ده كان سنة 1854. في سنة 1856 من 100 سنة بالضبط، 1856 طلع فرمان، كونت الشركة. مصر خدت من الشركة 44% من الأسهم، والتزمت بالتزامات لديليسيبس. شركة ديليسيبس شركة خاصة ملهاش دعوة لا بحكومات، ولهاش دعوة لا بسيطرة ولا باحتلال، ملهاش دعوة باستعمار. ديليسيبس بيقول للخديوي: أنا صديقك جاي عايز أفيدك وأعمل لك قناة بين البحرين تستفيد منها. كونت شركة قناة السويس، اشتركت مصر ب 44% من الأسهم، وتعهدت مصر بأنها تدي العمال اللي يحفروا القناة كسخرة. 120,000 عامل ماتوا في حفر القناة مجانا. حفرت القناة بأرواحنا وجماجمنا وعظامنا ودماءنا. دفعنا 8 مليون، وبعدين علشان ديليسيبس يتنازل عن امتيازات او بعض الامتيازات كنا بندفع له تعويضات. كان مفروض ان احنا ناخد ايضا 15% من الارباح لزيادة على الارباح اللي تاخدها هذه الاسهم. 44% اسهم، 15% من الارباح. تنازلنا عن 15% من الارباح. وبعد ما كانت القناة محفورة لمصر زي ما قال خواجة ديليسيبس للخديوي، بقت مصر ملك للقناة. في اتفاق 22 فبراير سنة 1866 ابتدأت الاتفاقات. مادة 16 قال: بما أن الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مصرية فإنها تخضع لقوانين البلاد وعرفها. هل خضعت
فعلا لقوانين البلاد وعرفها؟ لغاية دلوقتي لم تخضع لقوانين البلاد ولا عرفها، بل تعتبر نفسها دولة داخل الدولة. المنازعات التي تنشأ بين الشركة ومصر، في مصر بين الشركة والأفراد من أي جنسية، تختص بالفصل فيها المحاكم المصرية تبعا للأوضاع التي تقررها قوانين البلاد وعاداتها. تختص المحاكم المصرية بالفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين الحكومة المصرية والشركة، ويقضى فيها طبقا للقوانين المصرية. نتيجة الكلام اللي قاله ديليسيبس للخديوي سنة 1856 والصداقة والديون، نتيجة احتلال مصر سنة 1882. مصر اتدانت في هذا الموضوع. عملت ايه؟ اضطرت مصر في عهد اسماعيل انها تبيع نصيبها ال 44%. على طول انجلترا بعتت تشتري ال 44% نصيب مصر في قناة السويس. تشتريها بكام؟ ب4 مليون جنيه. وبعدين كان اسماعيل متنازل عن الارباح اللي كان بياخدها 5% للشركة نظير تنازلها عن بعض الامتيازات اللي اداها لها، فاضطر بعد انجلترا ما اشترت منه ال 44% من الاسهم ب4 مليون جنيه انه يدفع لها سنويا 5% نظير الارباح اللي هو كان تنازل عنها، فدفع لها اكثر من 4 مليون جنيه، اي ان بريطانيا اخذت اسهم مصر 44% مجانا. ده التاريخ اللي حصل في القرن الماضي. هل التاريخ يعيد نفسه ثاني بالخداع والتضليل؟ وهل يكون الاستقلال الاقتصادي، هل يكون الاستقلال او التحكم الاقتصادي والسيطرة الاقتصادية سببا في القضاء على حريتنا السياسية واستقلالنا السياسي؟ لا يمكن مطلقا ايها الاخوة ان يعود التاريخ مرة اخرى. لن نمكن منا تجار الحروب، لن نمكن منا المستعمرين، لن نمكن منا تجار البشر. سنعتمد على سواعدنا وعلى دماءنا وعلى اجسامنا. احنا اغنياء، كنا متهاونين في حقوقنا لنستردها، وقلت لكم في الاول معركتنا مستمرة، نسترد هذه الحقوق خطوة خطوة وسنحقق كل شيء. سنبني مصر القوية وسنبني مصر العزيزة. ولهذا قد وقعت اليوم ووافقت الحكومة على القانون الآتي: الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية. باسم الأمة رئيس الجمهورية: مادة 1: تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات.
حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون في بورصة الأوراق المالية بباريس، ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة. يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس، مرفق عام ملك للدولة، يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بوزارة التجارة، ويصدر بتشكيل هذه الهيئة قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لها في سبيل إدارة المرفق جميع السلطات اللازمة لهذا الغرض دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية. ومع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة على الحساب الختامي يكون للهيئة ميزانية مستقلة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية، وتبدأ السنة المالية في أول يوليو وتنتهي في آخر يوليو من كل عام، وتعتمد الميزانية والحساب الختامي بقرار من رئيس الجمهورية، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر يونيو سنة 1957. ويجوز للهيئة أن تندب من بين أعضائها واحدا أو أكثر لتنفيذ قراراتها أو للقيام بما تعهد به إليه من أعمال، كما يجوز لها أن تؤلف من بين أعضائها أو من غيرهم لجانا فنية للاستعانة بها في البحوث والدراسات. يمثل الهيئة رئيسها أمام الجهات القضائية والحكومية وغيرها وينوب عنها في معاملاتها مع الغير. مادة 3: تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها في جمهورية مصر وفي الخارج. ويحظر على البنوك والهيئات والأفراد التصرف في تلك الأموال بأي وجه من الوجوه أو صرف أي مبالغ أو أداء أي مطالبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية. مادة 4: تحتفظ الهيئة بجميع موظفي الشركة المؤممة ومستخدميها وعمالها الحاليين، وعليهم الاستمرار في أداء أعمالهم، ولا يجوز لأي منهم ترك عمله أو التخلي عنه بأي وجه من الوجوه أو لأي سبب من الأسباب إلا بإذن من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية. مادة 5: كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة توازي 3 أمثال قيمة المال موضوع المخالفة، وكل مخالفة لأحكام المادة الرابعة يعاقب مرتكبها بالسجن فضلا عن حرمانه من أي حق في المكافأة أو المعاش أو التعويض. مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.